السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي تكون أول فيديو ديالنا في القناة، واللي غادي نبداو المسيرة ديالنا في البرمجة، سواء في الفرونت اند سواء في الباك اند. يعني غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي عندها علاقة بالبرمجة. ودونك في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحوا فيها شنو هو الفرونت اند وشنو هو الباك اند، شنو هو الفرق بيناتهم. وغادي نحاول انني ان شاء الله ما تكونش لا فيديو طويله، غادي نديرو فيها واحد الشرح اللي غادي يكون بسيط اللي غادي تفهموه كاملين. دونك بالنسبه للفرونت اند، بحال هاد التصويره كيف كتشوفوا معايا، هنايا كاين عندك الفرونت اند وهنا كاين عندك الباك اند. بالنسبه للفرونت اند هو داكشي اللي كيبان لك نتايا من برا، يعني بحال هكا كيف كتشوف معايا هذا هو الكركاس ديال الطوموبيل كيف كتشوف معايا. هنا داكشي اللي كيبان لينا حنايا باينينه. اما بالنسبه للباك اند هو داكشي اللي كاين في الداخل ديال الطوموبيل، داكشي اللي ما كيبانش لينا حنا بالعينين، يعني الموتور ديالها، المسائل ديالها اللي كاينه في الداخل. هنا كيف كتشوفوا معايا كتبين لك هنا يوزر سي، يعني داكشي اللي كيبان للمستعمل، وهنا يوزرز دونت سي، يعني داكشي اللي ما كيبانش لليوزرز. باش نشرح لك بكل بساطه، الفرونت اند هو ديك الحاجه انت اللي كتبان لك بعينيك واللي كتعامل معاها واللي كتفاعل معاها. اما بالنسبه للباك اند هو داكشي اللي كيوقع مثلا في شي سيت ويب او شي ابليكاسيون ديال ديسكتوب ولا تليفون، داكشي اللي كيوقع فيها وانت ما كيبانش ليك. نعطيك مثال بسيط باش تفهم اكثر. مثلا الا جينا دخلنا هنا الفيسبوك، كيف كتشوف معايا ديال باج ديال فيسبوك، صفحه ديال تسجيل الدخول. دونك انا هنا الا جيت دخلت الايميل ودخلت المود باس، يعني شي ايميل اللي هو غلط ولا شي ايميل اللي ما كاينش ولا شي مود باس اللي غلط، غادي ندير سو كونيكتي. شنو غادي يطلع لي؟ غادي يطلع لي واحد الميساج هنايا باللي راك دخلتي ايميل غلط اولا دخلتي مود باس اللي هو غلط. يعني باش عرفت هاد الباج هاديك انا مستعمل، يعني هذا هو الفرونت اند اللي كيبان ليا هاد الباج. ولكن علاش تطلع لي داك الميساج؟ باش نشرح لك مزيان وتفهم اكثر. انا فاش دخلت هاد المعلومات اللي لهاد لي زينبوت ودرت سو كونيكتي، هاد المعلومات مشاو لواحد البلاصه اللي هي قاعده البيانات، وداروا واحد المقارنه، واحد الكومباريزون مع المعلومات اللي كاينين في هذيك الداتابيس. مثلا الايميل تقارن واش كاين بحالو في هذيك القاعده ديال البيانات، وغادي يرجع لي واحد الميساج وغادي يقول لي اودي راه عندك غلط في الايميل ولو مود باس. ويقدر يطلع لي واحد الميساج ديال ان الايميل صحيح والمود باس غلط. في حاله انه مشى لقاعده البيانات ولقى الايميل متطابق مع هذا اللي دخلت في هاد لي زينبوت، يقدر يرجع لي الايميل، يقدر يرجع لي واحد الميساج فيه الايميل وعندك مود باس غلط. في هذه الحاله يقدر يكون لقى نفس الايميل اللي دخلت لي في هاد الانبوت هذا، ولكن المود باس اللي دخلت معاه في هاد الانبوت كان غلط. داكشي علاش غادي يرجع لي نفس الايميل اللي دخلت وغايقول لي راه المود باس ديالو غلط. يعني هذا هو الفرق بين الفرونت اند والباك اند. الفرونت اند هي هاد الواجهه مثلا ديال فيسبوك، والباك اند هو داكشي اللي كيوقع حنا ما كيبانش لينا. اما بالنسبه للغات اللي كيتستعملوا في الفرونت اند والباك اند، يعني هاد الموبايل هذا ما تديش عليه، غادي ندويو على الفرونت اند والباك اند. بالنسبه للفرونت اند كاين عندك ال HTML جافا سكريبت سي اس اس. ال HTML ضروري غادي يكون في اي بلاصه مشيتي ليها، جافا سكريبت و سي اس اس، وتقدر تخدم دي فريم ورك اللي هما اخرين بحال رياكت جي اس. اما بالنسبه للباك اند راه تقدر تخدمو بالجافا، تقدر تخدمو بالبايثون، تقدر تخدمو بالسي شارب، بي اش بي، اولا دي فريم ورك اخرين بحال لارافيل، فريم ورك ديال بي اش بي. يعني بزاف ديال الحوايج، وهادشي تقريبا غادي نشوفوه ان شاء الله كامل وخطوه بخطوه. هادو هما اللغات اللي تقدر تخدمهم في الفرونت اند كيف كتشوف معايا، وهنا اللغات اللي تقدر تخدمهم بالباك اند. سوا هادشي اللي كان في هذا الفيديو، كنتمنى يكون الشرح ديالي مبسط وفهمتي مزيان. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.